السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل طاجن ورق عنب باللحمه في الفرن وشوربه لسان عصفور ان شاء الله تعجبكم وصفاتنا. انا سوزان محمد للي لسه اول مره يشوفني، ويلا نبدا وصفاتنا. اول حاجه هنسوي اللحمه. عندي في حله على النار هنزل بزبده، وبعد كده هنزل بقطعتين دهن من اللي بيجي مع اللحمه، بيدي طعم جميل جدا للشوربه، وهشوحه. بعد كده هنزل بقى باللحمه. انا استخدمت لحمه موزه، ممكن تستخدمي اي نوع تفضليه. وهبدأ بقى أشوح في اللحمة كويس جدا. هنا كانت اللحمة بتاعتي اتشوحت. بعد كده هنزل بقطعة من العظم، بتدي طعم جميل جدا للشوربة، تقدري تطلبيها من الجزار وانتي بتشتري اللحمة. بعد كده هنزل بالبوكيه جارنيه اللي هو عبارة عن بصل وطماطم وجزر، وبعد كده هنزل بمعلقة سكر صغيرة وورق لورا وهيل وكمان رشة كبابة صيني. وبعد كده هنزل بفلفل اسود و رشة من جوز الطيب، طبعا بتدي طعم جميل جدا للشوربة. بعد كده هنزل بقى بالمية وهسيبها تغلي. بعد ما الشوربة تبدأ تغلي هيبدأ يظهر ريم كده، هبدأ أشيله عشان يخلي الشوربة ريحتها جميلة وكمان رايقة كده. وكل ما يتكرر الريم ده هبدأ أشيله، وبعد كده هغطي وأسيب اللحمة تستوي. هبدأ بعد كده أجهز لتسبيكة الطماطم عشان المحشي. عندي حلة على النار هنزل فيها بزيت وزبدة، وبعد كده هنزل ببصل وفلفل أخضر وهبدأ أشوحهم. بعد ما تشوحوا هنزل بتوم مفروم، طبعا ما نزلتش بالتوم في الأول عشان ما يتحرقش. هشوح بعد كده في التوم، وبعد ما يتشوح هنزل بعصير الطماطم. بعد كده بقى هنزل بالملح وكمون وبابريكا وكزبرة ورشة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من السكر عشان تعادل حموضة الطماطم. وبعد كده هسيب الطماطم عشان تتسبك. في أثناء ما كانت الطماطم بتتسبك هبدأ بقى أجهز لشوربة لسان العصفور. عندي في حلة على النار هنزل بزيت وزبدة. بعد كده هنزل بمكرونة لسان العصفور حسب الكمية اللي عايزة تحطيها. بعد كده هبدأ أحمر في المكرونة كويس جدا. هنا كانت وصلت للون اللي أنا عايزاه. بعد كده هنزل بكبشتين أو 3 من الشوربة وهطفي النار عليها، وبعد كده هقول لكم ليه. نرجع بعد كده للطماطم، كانت اتسبكت. هاخد كده كبشة على جنب عشان ابقى اضيفها على الشوربة وانا بسقي المحشي. بعد كده هنزل بالرز وهبدأ اشوح فيه كده على نار عالية. وهنزل بقى بالخضرة عبارة عن كزبرة وبقدونس وشبت، وهبدأ أقلب كله كده مع بعضه وهدوقه إن كان ناقص ملح أو كده. ما شاء الله ما كانش ناقص أي حاجة، وهسيب الخلطة تبرد. بعد ما الخلطة بردت هبدأ أجيب ورق العنب على الناحية الخشنة وهبدأ ألف بالشكل ده. تمام، احنا بنذكر بعضينا بس مش أكتر يعني. وهبدأ بقى ألف، وبعد كده هسيب الكمية الباقية دي ألفها مع نفسي. بعد كده هجيب طاجن وهحط فيه شرايح جزر، وبعد كده هنزل باللحمة وهبدأ بقى أرص في محشي ورق العنب. وبعد كده هنزل بقى بالشوربة، هبدأ أسقي المحشي. وهنا كان في فلفل برضو كنت حاشياه هسقيه برضو شوربة. وبعد كده هجيب طبق ستانلس وهغطي بعد كده بورق ألمونيوم. وبعد كده هاخد الطواجن في فرن متسخن قبل كده عشان يستووا. نرجع بعد كده للمكرونة عشان نسويها. هنضيف الشوربة ونولع عليها النار. طبعا احنا عملنا التركة دي لان في ناس كتير بتشتكي انه مكرونة لسان العصفور دايما بتشرب الشوربة مهما نضيف لها. ودي كانت وصفتنا النهاردة، طاجن ورق عنب باللحمة الموزة في الفرن، حاجة كده من الآخر. اللحمة دايبة وورق العنب مستوي والرز مفلفل ولذيذ ولسان عصفور تحفة. أتمنى تجربوها وتعجبكم. أنا سوزان محمد، للي لسه أول مرة يشوفني ياريت تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما نعمل وصفة جديدة إن شاء الله توصل لكم. ولايك وشير، والسلام عليكم.